إذا أهلا وسهلا بكم متابعينا مشاهدينا الكرام، عاجلا ومباشرة من نواحي فاس. أكيد سد علة الفاسي بطبيعة الحال تساقطات مطرية كانت كبيرة بزاف. الآن حسب المعلومات الأولية اللي عندنا هو أنه طلقوا السد، ولربما كانت تساقطات في الإقليم ديال الصفرو كبيرة بزاف، وكتشاهدوا فيضانات متابعينا الكرام. هنا محاصيل ديال الناس مشات كلها للأسف الشديد كما كتشاهدوا معنا. حالة ديال الفيضان كبيرة واقعة هنا في المدخل ديال مدينة فاس كما كتشاهدوا. يا ربي السلامة. غتشوفوا يعني المخلفات ديال هذه الفيضانات، غنحاولوا نقربوكم من كل كبيرة وصغيرة متابعينا الكرام. يا ربي تحضر السلامة، يا ربي تحضر السلامة يا رب يا رب. محاصيل ديال الناس مشات هنايا، الهكتارات من يعني من الأضرار، مخلفات جسيمة متابعينا الكرام. شوفوا مع الضفة هذه أيضا كما كتشاهدوا معنا. شوفوا يعني بطبيعه الحال المنسوب ديال حلوا يعني السد بقوه التساقطات المطريه، وطلقوا يعني السد فوقع فيضانات كبيره هنا متابعينا الكرام كما كتشاهدوا معنا، وحنا معكم في التغطيه الحصريه والمباشره. الله يلطف بنا يا رب. بزاف ديال المحاصيل ديال الناس هنا كلشي مشى يعني البحيره ديال الناس، الزيتون كلشي مشى. شاهدوا معنا متابعينا، يا ربي تلطف بنا يا رب. فيضانات كبيره اللي وقع هنا في المنطقه ديال في عين قنصره، حدا عين قنصره. غتشوفوا البحيره ديال الناس كلها مشات، الاضرار بالملايين متابعينا، اضرار بالملايين. يا ربي السلامه يا ربي السلامه يا ربي السلامه. انا غنقرب البلاصه اللي فيها فيضان كبير وقع. يا ربي السلامه يا ربي السلامه. نحاول نقطع هذه المسافه، خليكم معايا متابعينا. مخلفات جسيمة، أضرار بالملايين. غتشوفوا الواد كيفاش فاض هنا بعد ما طلقوا منسوب مياه سد علة الفاسي كما جانا في خلال الأخبار اللي وصلتنا، وأن المنسوب الحقينة ديال السد وصلت 98% نتيجة التساقطات اللي كانت تساقطات مهمة عرفها لها الإقليم ديال الصفرو، منها المنطقة ديال الرباط الخير، مجموعة من المناطق. كتشوفوا الفيضان هنا متابعينا الكرام، شوفوا فيضان، المحاصيل ديال الناس، البحيرات اللي هنا كلشي مشى. الاضرار بالملايين، اضرار مخلفات ديال هذا الفيضان بالملايين متابعينا الكرام. وهذا المشهد اللي غتشوفوه، انا قربت للمكان. شوفوا محاصيل ديال الفلاحه هنا. كاينين الناس اللي عيطوا للمفوض قضائي وداروا يعني الخسائر بالملايين. كاين اللي مشات له البحيره ديالو كامله، كاين اللي ما بقى له حتى شي حاجه. شوفوا هنا متابعينا في هذه القنطره كما كتشاهدوا. فالمعلومات الاوليه اللي جاتنا هو ان السد وصل التساقطات المطريه ديال علة الفاسي وصلت 98%، مما ادى الى انهم يطلقوا كميات غير مسبوقه السد، وهذا الشيء كان ناتج عليه فيضانات هنا في النواحي ديال فاس. اكيد شوفوا الفيضان متابعينا، محاصيل ديال الناس مشات كلها. لطفك يا رب، لان التساقطات اللي كانت في المنطقه ديال اقليم صفرو في اقليم سازا كانت تساقطات قويه وتساقطات كبيره بزاف. وشفتوا الفيضانات اللي نقلنا لكم من رباط الخير متابعينا الكرام، فيضانات اللي ادت الى وفاه ضحايا بالنسبه لذاك الكساب بدري صبا محمد. 230 راس ديال الغنم. شوفوا الواد، شوفوا هنا. فكل شيء مشى هنا، كل شيء هنا عندهم البحاير، عندهم المحاصيل الفلاحيه ديالهم. للاسف اجي تشوفوا من الجهه الاخرى، اجي تشوفوا من هذه الجهه. شوفوا المخلفات من هذه الجهه. فعلى الفاسي تلقوه من هذه الجهه من الفوق. شوفوا المخلفات. فالمعلومات اللي جاتنا هو ان السد وصل 98%. يعني المدير ما شنو غيدير؟ كيشوف تساقطات جايه قال راه غنطلق، يمكن ربما هكا، والتفاصيل غنحاولوا نبحثوا فيها. هذه المعلومات الاوليه اللي جاتنا متابعينا الكرام كما كتشاهدوا معنا. حاله ديال ضياع. شوفوا البحيره هنا كلشي مشى، البحاير هنا مشاو، يعني الملايين ديال
ديال الاضرار اللي كاينه هنا، ملايين ملايين. هاد المناطق هذه كلها كلها انتم كتشاهدوا الصوره اغنى عن كل تعبير وتعليق. كنحاول انني نقربكم. شوفوا البحيره، شوفوا البحيره، شوفوا البحيره، شوفوا البطيخ والدلاح، شوفوا شوفوا شي كلشي مشى، هادشي كلشي ضاع، كلشي ضاع. يعني فيضان، يعني هاد المساحه كامله. انا جاي من الطريق وكنصور هادشي غريب اللي وقع هنا. يعني ما عرفتش كيفاش طلقوا داك المنسوب ديال المياه. المعلومات اللي جاتنا هو ان نسبه التساقطات كانت غير مسبوقه يعني في المنطقه ديال اقليم الصفرو، مما ادى باش يطلقوا السد. وكان تاثير ذاك الحجم ولا ذاك الكميه اللي طلقوها اثرت بشكل كبير على المناطق المجاوره للسد. سبحان الله، كانت تساقطات غير مسبوقه في الاقليم ديال الصفرو بكل صدق. شوفوا الواد، شوفوا المنسوب ديال المياه اللي طلقوا. اضرار جسيمه لهذه الفلاحه. شوفوا البحاير، شوفوا البحاير ديالهم كيفاش. شوفوا البحاير ديالهم، المخلفات متابعين بالملايين. كل شيء ضاع، كل شيء مشى. نعم كل شيء ضاع، كل شيء مشى. لا حول ولا قوة الا بالله. ما عرفناش واش كان قرار حكيم ولا كان قرار فيه تسرع، ما عرفناش واش غير جاو طلبه، يعني ما عرفناش التفاصيل. حنا غنحاولوا نبحثوا. شوفوا متابعينا، شوفوا يا رب السلامه، يا رب تعطيها لنا على قد النفع يا رب. كانت واحد التساقطات مطريه. المعلومه راه هي اللي قلت لك اخي، راه جبنا المعلومه هذه شبه مؤكده، غير حنا يعني المعلومات اللي جاتنا هي هذه اللي قلت لك دابا. السد وصل المنسوب ديالو 98%. التساقطات كانت بشكل غير مسبوق. اضطروا على انهم يطلقوا بواحد المنسوب عالي. تضررت يعني هنا المناطق المجاوره. راه السد يقع في السد علة الفاسي في الاقليم ديال الصفرو. 78% 98% وصلت نسبه الملء. ولاحظنا معكم متابعينا الكرام من التساقطات المطريه اللي كانت في رباط الخير كما نقلنا لكم قبل لحظات. يعني كانت واحد الامطار طوفانيه. شوفوا البحاير، شوفوا البحيره هنا، شوفوا البطيخ والدلاح والسويهله، شوفوا كيفاش ضرات. ما بقى والو متابعينا للاسف الشديد. اضرار جسيمه هنايا. المنطقه اللي كنتواجدوا فيها اضرار جسيمه. يعني الله يكون في عون هذا السيد هذا اللي ضاع له هادشي كامل. كيفاش غيدير للاسف يعوض لربما هادشي. المعلومات اللي جاتنا هو انه شاف مفوض قضائي من اجل يعني احصاء نسبه يعني الاضرار اللي كاينه هنا. بطبيعه الحال هادشي كيخلينا نطرحوا مجموعه من العلامات الاستفهام. كيفاش وقع هادشي؟ والتصور دابا كنبقى مثلا التساقطات المطريه يعني هكاك وتزادت يعني كثرات يعني التساقطات المطريه، كيفاش كنا غنكونوا؟ يعني هادشي راه كيخلع متابعينا، وهادشي كيخلينا نطرحوا مجموعه من العلامات الاستفهام. غنشوفوا مول البحيره. شوفوا هنا كلشي مشى. هنا الدلاح مشى له مسكين. شوفوا الدلاح، شوفوا شو مسكين كان هنايا. غير ربي يحفظو. غتسمعوا شهادات جد مؤثره. نشوفوا الناس اللي تضروا في هاد البحيره ديالهم بشكل غير مسبوق وبشكل غير متوقع. هاد الاضرار الجسيمه اللي كاينه هنا متابعينا تطرح مجموعه من علامات الاستفهام. كيفاش وقع هادشي؟ كيفاش وقع هادشي؟ واش لربما وقع خطا؟ واش لربما كان تسرع باش انني لربما نطلق بهذه الكميه هذه وبهذا الحجم، وكان لربما خاص باش ما لقاش كيفاش يدير؟ حنا ما عرفناش. بطبيعه الحال غنحاولوا نسولوا ونشوفوا التفاصيل ديال هذه الواقعه الاليمه. كتشوفوا الدلاح والبطيخ كيسبح يعني متابعينا الكرام كما كتشاهدوا معنا. فلا حول ولا قوه الا بالله. الله يدير لي فيها الخير. غنرجع في بث مباشر اخر. تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمه الله.